اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنقدم لكم يقطين، وهنحشيه بطاطس وجزر ولحمه وطماطم، وهنقدم معاه رز اصفر. ورب الاكله النهارده تعجبكم. ونبتدي نقول المقادير ونقول بسم الله. معانا يقطين ولحمه وبطاطس جزر قرنين فلفل طماطم بصل زبده ورق لورا فلفل اسود حبهان وطبعا ملح. بنجيب اول حاجة وحدة اليقطين، طبعا احنا هنعمل نصها بس لان هي كبيرة، وعايزين نقول لكم اللي احنا وصلنا ل1000 مشترك، وعايزين نكبر بيكم. اشتركوا معانا في القناة ودعمونا باللايك. فهنقسمها بالشكل ده كده زي ما شايفين نصين. لو انت حابة تعمليها كلها براحتك. وهننضفها بقى من جوه كويس جدا، وهنبتدي نشطفها بقى بالمية ونقلبها كده على صينية لحد لما نجهز الحشوة بقى اللي هنحطها جواها. ونبتدي نسلق اللحمة. هنجيب حلتين فيهم مية بتغلي، وهنحط في الحلة الكبيرة اللي احنا هنسلق فيها اللحمة ورق اللورا والفلفل الاسود والحبهان، والحلة الصغيرة هننزل بس اللحمة فيها. اول لما لونها بيتغير على طول، يعني اقل من دقيقة، بتشيل على طول اللحمة بتحطيها في الحلة الكبيرة. طبعا كده تكون الشوربة معاكي بتكون نضيفة وفاتحة، واللحمة بيبقى طعمها جميل، تديكي يعني نتيجة حلوة قوي. بتسيبيها بقى لحد لما تستوي خالص، وقبل ما تستوي بشوية بتضيفي لها الملح. كده اللحمة تكون خلصت معانا. ومعانا البطاطس قطعناها شرايح وغسلناها، وقطعنا البصل والجزر والطماطم. هنجيب صينية هنحط فيها معلقتين من الزبدة، ننزل بالبصل وهنقلب البصل لحد لما لونه يصفر حاجة بسيطة معانا. بعدين ننزل اللحمة، هي اللحمة نية حاجة بسيطة، هنقلبها مع البصل. وبعدين ننزل بقى بالبطاطس وبالجزر، وهنحط فلفل اسود وملح، وعندنا روزماري هنحط كده حاجة بسيطة. طبعا انت حابة تضيفي اي توابل تاني ممكن. وهنقلب كل دوت مع بعض، وحابة تحطي الطماطم هنا تستوي معاهم ممكن. احنا هنسيب بقى كل دوت لحد لما يستوي خالص. ومعانا نص اليقطينة وطبق فيه معلقتين زبدة مسيحينها، نحط على الزبدة ملح وفلفل. عندنا زعتر وروزماري فريش، هناخد حتة هنغسلها وهنقطعها صغير على الزبدة، وهنبتدي بقى ندهن بيها اليقطينة كده من جوه، نغلف بيها اليقطينة كلها. طبعا بتدي طعم حلو. هنجيب الخضار هنحطه في اليقطينة، وهنحط اللحمة على الوش والطماطم والفلفل ومعلقة من الزبدة، وهنحط اليقطينة في صينية. بس احنا ما عندنا صينية مقاسة فحطيناها في صاج، بس لو عندك صينية مقاسة اليقطينة يعني صغيرة يبقى افضل. وهنحطها بقى في الفرن تقريبا ساعتين او ساعتين ونص على درجة حرارة 180. والمهم تسيبيها لحد لما اليقطينة تستوي خالص وتكون طرية معاكي. علشان يبقى طعمها حلو معاكي لازم تكون مستوية على الاخر، هتلاقيها كده طرية خالص معاكي. وطبعا الخضار جوه مستوي، انت بس بتحطيها في الفرن، اليقطينة هي اللي بتستوي. ونبتدي نقول مقادير الرز. معانا نص كيلو رز بسمتي اصفر، طبق بصل مقطعينه صغير، فلفل اسود كركم كاري ملح. ونجيب حلة نحط فيها معلقة من الزبدة، وهنحط عليها البصل ونقلبه لحد لما يصفر معانا. وننزل بعد كده الرز نقلبه تقلبتين، وننزل بقى بالشوربة بتاعة اللحمة. ولو ما قضيتش هنزود شوية مية، طبعا مقدار الشوربة قد مقدار الرز. وننزل بقى بالتوابل ونظبط الملح بتاعنا، ونسيبه بقى لحد كده لما يغلي غلوتين. واول لما يتشرب الشوربه شويه نوطيله النار ويستوي على نار هاديه. وده شكل اليقطينه بعد ما استوت. والرز طبعا استوى، حطيناه حوالين اليقطينه بالشكل ده، وانت تقدري تقدميه بالطريقه اللي تعجبك. وقطعناها بقى، قطعنا اليقطينه وشايفينها مستويه معانا وجميله جدا، والخضار حلو قوي فيها. ويا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اشتركوا معانا في القناه ودعمونا باللايك. قولنا ايه رايكم في الاكله النهارده، وبألف هنا وشفا عليكم.